بحكم شغل الفترة اللي فاتت لاحظت حاجتين. أول حاجة لاحظتها في الانترفيوز، وتاني حاجة لاحظتها مع التيم أو التيمز اللي احنا بندربهم كسيلز ايجنتس. أول حاجة في الانترفيو، احنا بنعمل انترفيو ليه؟ مش عشان حضرتك تبقى النولج عندك رهيبة والكلام ده كله، لا، احنا بنشوف الكاركتر بتاعك ينفع يبقى سيلز ايجنت ولا لا. ليه؟ لأن الإنسان عبارة عن 3 حاجات: روح وجسد وعقل. بتترجم ازاي بقى ال3 دول على السيلز؟ السرعة والكفاءة والطاقة. احنا كل يوم بنتعامل مع اعتراضات كتير جدا، احنا بنتعامل مع لا اكتر ما بنتعامل مع طول الوقت بناخد نيجاتيف انرجي من الكلاينتس ومن زمايلنا ومن الاحوال البلد ومن ازاي بقى بتحافظ على نفسك في وسط كل الكلام ده كله؟ ده رقم 1 في الانترفيو، مهم جدا السرعة والطاقة والكفاءة. اما بخصوص التيمز اللي احنا شغالين معاهم بندربهم او التيمز حتى الموجودين في الشركه، بلاحظ ان السيلز ايجنت مش عارف امتى يكون عامل اللي عليه. يعني عمال يفولو اب مع الكلاينت بطريقه بوشي جدا جدا. هو فاكر ان هو كده بيعمل اللي عليه، لا، هو دلوقتي النهارده الفولو اب مع الكلاينت مش ازيك، الاخبار، وصلنا لايه، هنعمل ايه الخطوه الجايه ايه. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش. الفولو اب دلوقتي مع الكلاينتس هو البطل بتاعه، هو ابديت عن المنطقه، ابديت عن البروجكت، ابديت عن اليونت بتاعته، ابديت اسعار، حتى ممكن تنكشه مثلا ببروجكت جديد نازل بديستنيشن تانية اصلا يعني ملوش علاقه باللي احنا كنا بنتكلم فيه، وبتقول له بص البروجكت ده لسه جديد في المنطقه مثلا او في ديستنيشن تانية، فخلي بالك في واحد شبهه معانا عندنا في الديستنيشن احنا بنفكر فيها، لو مهتم ظبط، خلينا نظبط ميعاد مع بعض. اديله ابديت، اقعد اديله ابديتس عن اخبار عن الذهب، اخبار عن الاقتصاد، اخبار عن العقارات، اخبار عن اي حاجه، طول الوقت خبر. وبعد كده الانسان بطبيعه حاله لما بياخد حاجه بيحاول ان هو يرجعها، يرد لك حاجه تانية. فاحنا بنعمل ايه؟ بنديله حاجه وبنستنى ان هو يرد، يدينا معلومه نعرف نشتغل عليها. فالابديت رقم 1 في الفولو اب. شكرا.